أهلا بيكم في حكاية جديدة. بتبدأ حكايتنا مع واد اسمه توم، وهو واقف عمال يبص في المضرب وكل الطلاب بيضحكوا عليه وعلى الحاجات الغريبة اللي بيعملها. ولما بيدخل مكتبه بيشوف دعوة فرح مكتوب عليها اسمه هوان. عشان نعرف مين هوان دي بنرجع بالزمن لسنة 2005، لما كان الواد سونج طالب مشاغب ومدوخ كل البنات، وبيكون في مكتب المدير وشكله كده متعاقب لأنه بيعمل مشاكل. وبتدخل عليه بنت جميلة جو منقول المدرسة جديد لمكتب المدير، وأول ما سونج ما بيشوفها بيتكلم معاها وبيحاول يعرفها على نفسه، وبيقول لها إن هو طالب مش عادي، ده حتى كل البنات نفسها تعرفني وأنا مش معبرهم. وبعدها بنعرف إن البنت دي طالبة متعبة وجميلة، وبيصورها سونج من بعيد وبيبعت صورتها في جروب الدفعة، وبيقول لزمايله إن البنت دي تخصه وبينصحهم إن محدش يقرب منها علشان هي تبعه. وفي نفس المدرسة بيكون موجود طالب تاني اسمه تاي، وده بيبقى المنافس الوحيد لسونج، مش في حاجة عدلة يعني على لقب أوسط شاب في كوريا، والمنافسة بتاعتهم بتكون شرسة قوي. المهم إن سونج بيمشي ورا هوانا عشان يحاول يلفت انتباهها، وبيحاول يتعرف عليها لكن من بعيد لبعيد، وفعلا بينجح وبيتكلم معاها. هي بتقول له إنه ممكن يعملوا أي حاجة تفرحهم بدل الملل اللي هم فيه. وسونج طبعا عشان مخه تعبان مخه راح لبعيد شوية. المهم بيهربها من المدرسة وبيهرب معاها وبيروحوا ياكلوا سوا، وسونج بيكون مبسوط جو وهو معاها. وبيتمشوا وبيقول لها سونج إنه ممكن تروح معاه البيت. تفهم وهي غلط في الأول وبتديله على وشه بالقلم، وبتقول له بنات الناس مش لاقى معاها زرعة يا بيت. وتاني يوم في المدرسة بتلاقي إن تاي جايب لها دبدوب ومستنيها في الفصل، وهي أول ما بتشوفه بتروح على سور المدرسة عشان تهرب، لكن كأنها مش بتعرف وبتقع. لكن سونج بيلحقها وبيروح لنفس المكان اللي راحوا فيه امبارح، لأن طلاب في المدرسة مش هيبطلوا يقربوا منها غير لو قالت إنها مرتبطة بيه. فبتقول لها إنها مش ممكن تعمل كده لأن مفيش أي حاجة بينهم. وفي الوقت ده بيجي تاي اللي مش ناوي يسيبها في حالها، وبتطلب منه يمشي لأنها مع حبيبها ومش هتحب حد يقطع لحظاتهم الرومانسية. وسونج بيكون طبعا واقف طاير من الفرحة، وبيقول له تاي إنه مش هيسيبه غير لما يضربه عشان خد منه حبيبته، وكل ده طبعا كان في خياله بس. ولما بيروح سونج بيته بيحكي لصديقه جون إنه وقع أجمل بنت مش كده وبس، ده كمان خلاها تعترف قدام الكل إنهم مرتبطين في المدرسة تاي وصحابه. ومش بيسيبوا سونج أبدا في حاله، بيحاولوا يرخموا عليه ويحدفوه بعلب اللبن لكنه مش بيديهم أي اهتمام. وفي البريك سونج بياخد هوانه وبيهربوا من المدرسة، ولما بيروحوا للمكان اللي دايما بيروحوه بيلاقوه قافل. فبيسألها سونج عن هوايتها وبتحب تعمل ايه في وقت فراغها فبتقول له إنها شاطرة في الرسم، بس هي ما تحبوش قوي لأنه ممل ومش هيجيب فلوس. وبيعرفها سونج إنه بيعرف يعمل كل حاجة وأي حاجة حتى لو ما كانش بيحبها. في الوقت ده بيعدي مدرس من المدرسة يا وجعتكم السودا، وبيشوفهم وهم هربانين، فبسرعة بيجروا الاتنين والمدرس بيجري وراهم. وبعدها بياخدها سونج البيت، وبتلاحظ هوان عن كمية الكتب الكتيرة جوه اللي عنده وشكله كده مثقف وبيحب القراية، وبتسأله هو ليه مش بيحب يعمل زي باقي اللي في سنه فبيعرفها إنه مش حابب ده وبيحاول يعتمد على نفسه في كل حاجة. وبيحكي لها إنه أول ما راح المدرسة كل الطلاب كانوا مسمينه الفلاح، وده لأن لبسه كان متبهدل ولأنه من أسرة بسيطة، لحد ما قرر يشتغل جنب الدراسة ويشتري لنفسه لبس جديد عشان محدش يقول له كده. فبتعجب هوان جدا بشخصيته لأنه بيعرف يعتمد على نفسه. وبالليل بيوصلها سونج لبيتها، ولما بيروح بيته بيلاقي صاحبه جون مستنيه، بيقول له إن عمل مشكلة مع أبوه وهيبيت معاه النهاردة. وتاني يوم في المدرسة تاي وأصحابه بيتلموا على سونج وبينزل في تاي ضرب بكل غباوة، وهو برضه مرضوش يضربهم وسايب نفسه ليهم. وده كله علشان لما سألت هون وقالت له قال لها أنا ما رضيتش أضربهم علشان مش عايز أدخل في أي مشاكل مع حد بسببك. وفي الفصل هون بتكون مش مركزة مع أي حد، وبيلاحظ سونج إنها ما اتكلمتش من الصبح، فبيسألها لو كان عندها مشكلة لكنها ما بتردش. وبيحس سونج إنه لازم يعمل حاجة عشان يفرحها، وبيدخل أوضة الإذاعة في المدرسة وبيبدأ يغني هو وأصحابه، وده عشان يفرحها ويخليها تخرج من حالة الحزن اللي هي فيها. وتاني يوم بياخدها للبحر، وسونج الرومانسي بيجيب لها هدية وبتشكره، وبيبان إنهم بقوا قريبين من بعض. وفي المدرسة بيلاحظ إنها مش موجودة فبقرر يروح لها البيت، ولما بيوصل بيلاقي محل أمها متكسر وأبوها موجود في المكان وهو سكران طينة. وأول ما هوان بتشوفه بتطلب منه يمشي بسرعة، وتاني يوم هتكلمه عشان يطمن عليه، وتقول له إن لما جالها أبوها كان سكران ومكسر كل حاجة، وبتعرفه إن أمها كل ما بتروح لمدينة جديدة
أبوها بيروح وراهم وبيعمل لهم مشاكل بسبب إنه لما بيسكر ما بيحسش بنفسه بيبوظ الدنيا، وبتقول له إنه شخص طيب جدا وأي بنت تتمنى تكون حبيبها، وبتقفل معاه المكالمة على كده، وهو ما بيكونش فاهم حاجة. وبنشوف إن هوان وهي بتركب بالباص مع عمها وسونج بيفضل يبكي عليها، لكن كل ده من غير فايدة. وبيقول لصاحبه إن برضه حب بنت قبل كده وفي الآخر سابته، وساعتها هو خد قرار إنه مش هيدخل في أي علاقة تانية أبدا. جدع يا ولدي. وبينصحه يركز على نفسه لحد ما بيدخل الجامعة، وهناك هيلاقي حب عمره الحقيقي. فبيسمع سونج الكلام وبيروح البيت ويفضل يذاكر وما بيطلعش من البيت، وبياخد السنة جد لحد ما أخيرا بينجح في الامتحانات آخر السنة وبيدخل جامعة سيول. وأثناء ما بيتمشى في الجامعة عادي بيقابل هون صدفة، فبتروح عليه وبتحضنه وبتكون مبسوطة إنها شافته. طبعا ده في خياله هو بس، هي لا حضنته ولا حاجة. المهم هو لما شافته استغربت، وهو دخل هنا ازاي لأنه كان غبي وفاشل ومش بيعرف يذاكر. وبتعرفوا إنها بقت مصممة أزياء وبتشتغل في مصنع، وبتفضل تلزق إعلانات في كل مكان عشان الناس تعرفها وتشتهر يعني. وبتسأل سونج هو عايش فين، فبيعرفها إنه عايش في مكان قريب من الجامعة وبيديها العنوان. وبالليل بيكون في السكن مع باقي أصحابه، وفي الوقت ده بتجيله هوان وبتعرفوا إن في حد في حياتها. وهنا سونج بيتصدم وبيقرر يقعد في البيت ومش هيتعامل مع أي حد لحد ما صديقه بيحاول يكلمه معه ويتفهم معاه، ويقول له يعني عادي ده بيحصل كتير، وإن أي بنت بتكره الراجل اللي بيبان ضعيف. وتاني يوم سونج بيكون في ملعب الجامعة وبتيجي هوان وبتسلم على حبيبها قدامه وبيشوفها سونج وبيكون متضايق جوه ومتغايظ. وبعدها بتكون في الشغل وبتقول لها صاحبتها إنها حابة تتعرف على صديقة سونج، فبتروح لهوان وبتقول لها إن صديقتها معجبة بيه، وعشان قلبه لسه متعلق بيها بيرفض يتعرف على أي بنت تانية. وأثناء ما بيتمشوا بيشوفوا اتنين كبار في السن بيشيلوا حاجات فبيساعدوهم. وبالليل سونج بيكون في بيته وبيسمع أفلام يعني مش حلوة كده سيكو سيكو يعني هو وأصحابه، وفجأة بيلاقي الشرطة ضبط عليهم، فبيخافوا وبيقول واحد منهم إن أكيد مشاهدة الأفلام الثقافية دي بقت محظورة اليومين دول، وبتقبضوا الشرطة على سونج وهو. وفي قسم الشرطة بيعرفوا إنهم متهمين بمساعدة تشكيل عصابة في تهريب مواد مخدرة. فبيفتكر سونج الوقت اللي ساعد فيه الاتنين العواجيز، وبيفهم الضابط إنه ما يعرفش وإنه كان معدي بالصدفة وساعدهم مش أكتر. فبيصدق الضابط وبيبعت الأمن عشان يقضوا على الست العجوزة وجوزها. وسونج بيكون مع هوان في نفس الزنزانة وبيسألها هي ليه بتحب بون حبيبها ده، وتعرفوا إنها حبته في أقل من 3 ثواني، وده لما كانت بتقدم في الجامعة جديد وورقها وقع منها، وساعتها حاولت تلمه. فجه الواد ده هو ساعدها وعينها جاتهم في عين بعض غير وقعوا في حب بعض من أول نظرة، ومن ساعتها وهي ارتبطت بالواد ده هو. المهم سونج بعد كده روح بيته، فبيكتئب بعد الكلام اللي سمعه وبيتخانق مع الست اللي سكن عندها، وده لأنها بتواعد حبيبها وصوتهم عالي. لكن الست مش بيعجبها الموضوع وبتقول إن من حقها تحبه وتتحب وبتضربه. وتاني يوم بيكون قاعد مع أصحابه وكل واحد فيهم بيقوم يروح لحبيبته، وهو بيكون قاعد ومش مركز في أي حاجة لحد ما بيعرف صاحبه إن النهاردة عيد الأم. فبيفتكر إن يوم عيد الأم هو نفس يوم عيد ميلاد هوان. وبالليل بياخد ورد وبيروح عند بيتها، لكنه بيلاقيها مع حبيبها في العربية وبيديها هدية، وهي بتشوفه وهو واقف لكنها مش بتديه أي اهتمام. فبيتضايق سونج ويكسر جريز العربية. وتاني يوم هوان بتتمشى في الجامعة مع صاحبتها اللي كانت معجبة بسونج، وبتحكي لها إنه اتجنن وكسر جريز عربية حبيبها وبقى زي المتشردين. بتخلي البت تقول الحمد لله إنه رفض يرتبط بيا. وبعدها سونج بيكون في المكتب وبيشوف هوان مع حبيبها وبيسمعه وهو بيعرض عليها تسافر معاه أوروبا. وتاني يوم بيتكلم معاها سونج وبيعرفها إن يون حبيبها ده مش بيحبها وبيستغلها عشان بس تفضل جنبه زي باقي البنات اللي يعرفها. وبتفتكر هوان إنه غيران منه وبتطلب منه إنه يبعد عنها. وفي الماتش اللي بين فرقة سونج وفرقة جون، سونج بيقرر يلعب بكل طاقته عشان يفوز في نص الماتش. وفي نص الماتش بيوصل لمرحلة إنه مش قادر يلعب ونفسه راح، وبيروح على يون وبيضربه. وبيمر الوقت وسونج بقى يقابل هوان في الشارع ولا كأنه بيعرفها. وفي يوم بيكون قاعد مع أصحابه وبتكون معاه حبيبته يو، وبنعرف إنها بنت من عيلة غنية جدا، والأهم من ده إنها بتحب سونج اللي بقى يشتغل في جيم وكمان بقى لايف كوتش قد الدنيا.
وفي يوم وهو بيوزع إعلانات في الشارع عشان يتعرف والناس تشترك معاه بيشوف هوان، لكن مش لوحدها وبيكون معاها شاب تاني، والشاب ده بيشتغل في الموديل زيها، وبيكونوا رايحين يصوروا إعلان. فبيمشي سونج وراها وبيروح لمكان التصوير وبيسلم عليها، وهي بتكون مبسوطة جدا إنه بعد سنتين أخيرا نجا يكلمها. وبعدها بيقعدوا في مكان عشان يعرفوا يتكلموا يعني، وبيسألها سونج لو كانت لسه على علاقة بيون اللي كان معاها في الجامعة، فبتعرفوا إنها مش في أي علاقة عاطفية وما بتحبش حد خلاص ومركزة في شغلها بس. فبيسألها هي ليه سابت الشغل اللي كانت شغالة فيه واشتغلت موديل، فبتعرفوا إنها كانت لازم تشتغل في أي حاجة تيجي قدامها عشان تقدر تصرف على نفسها، وبتعرض عليه يروح معاها لتصوير إعلان في مدينة غنجا. فبيوافق سونج وبيقول لها إن عنده وقت يروح معاها لأي مكان، وبيروح معاها فعلا. واضح إن سونج بيحبها قوي ومش قادر يتخلى عنها. وبالليل بيرجعوا البيت وبيديها سونج كتاب كانت بتصمم فيه أشكال لفساتين، وبيعرفها إنه كان بيبص في الكتاب ده كل ما توحشه. فبتاخد هوان الكتاب وبتفضل تبص في كل رسمة رسمتها وكل تصميم عملته. ومع الوقت طورت علاقتهم مع بعض، بقوا يقضوا مع بعض وقت طويل، وده بسبب إن سونج بقى يوصلها لأي مكان هي حابة تروحه. وفي يوم بيكونوا رايحين لمدينة بوسان عشان وان عندها إعلان يتصور هناك، ولما بيكون في العربية بيكلم المخرج جونو بيعرفها إنهم هيأجلوا التصوير، فبيقترح عليها سونج يقضوا اليوم سوا بما إنهم ما عندهمش أي حاجة. وبيتكلم وبيسألها سونج لو كانت بتفكر فيه الفترة اللي ما كانتش فيها حد بتشوفه تاني، فبتعرفه إنها فكرت فيه لكن مش كتير لأنها كانت مركزة في حياتها، ولما بيحاول يقرب منها بتبعد عنه. وبالليل بيوصلها سونج لبيتها وبيسألها لو كانت بتحبه زي ما هو بيحبها، فبتقول له إنها بتكون سعيدة وهي معاه لكن مفيش أي مشاعر اتجاهه. فبيفهم إنها مش بتفكر فيه بسبب إنه مرتبط، وبيمشي وهو عارف إنه لازم ينهي علاقته بيو. تاني يوم بيكون عنده تدريب ويو بتكون موجودة معاه وبتبعت له هوان رسالة مكتوب فيها إنها مش عاوزة تشوفه تاني. فبتشوفها يو وبتسأله لو كانت البت دي هي حبه الأول، فبيعرفها سونج إن دي البت الوحيدة اللي قلبه تعلق بيها. وهوان بتكون في إعلان للشركة اللي بتشتغل فيها وبتلاقي سونج جالها، فبتوقف تصوير وبتتكلم معاه وبتطلب منه يمشي، ويعرفها إنه أنهى علاقته بيوم دي بيوم انفصل عنها خلاص. فبتقول له هوان إن اللي كان بينهم زمان انتهى، وبتطلب منه ما يتعلقش بالماضي لأنه مش موجود، وبتعرفه إنها مش بتحبه وبتسيبه وتمشي. لكن فجأة بيوقع عليها يافطة كبيرة قوي، فبيروح عليها سونج بسرعة وبيلحقها وبتوقع اليافطة عليها بدلها هي، وبيدخل هو في غيبوبة وبيودوه المستشفى. ولما بيفوق بتشكره هو إن اللي عمله ده، وبتقول له إنه امتحان ده الرياضي كان امبارح، وده الامتحان اللي بسببه هيعرف يشتغل مدرس ألعاب زي ما بيحلم، وهو ما عرفش يروح بسبب إنه دخل المستشفى. فيقول لها إنه مش مهم الامتحان، المهم إنها هي بخير. فبتروح عليه وبتبوسه، ومن هنا بتبدأ قصة حبهم من جديد. وبتمر الأيام وبيعيشوا الاتنين في نفس البيت، وبيتخانق معاها هوان دايما بسبب إنه بيجيب لها هدايا بكل الفلوس اللي بيشتغل بيها، وبتعرفه إنه كده مش هيعرف يبقى شخص مسؤول. وبتكمل هوان في شغلها اللي بتكون ناجحة فيه جدا، وبتعمل تصاميم لناس مشهورة جدا وكل الناس بتعرفها. وسونج بيكون مبسوط جدا إنها في حياته. وفي يوم بيكونوا قاعدين مع أصدقائهم وأصحابهم، وأصحاب سونج بيسألوه هو ليه مش شغال في وظيفة لحد دلوقتي، فبيقول لهم إن حصل له شوية مشاكل بسببها معرفش يدخل الامتحانات. ولما بيخرج مع هوان عشان يتمشوا بتتأسف له لأنه ما عرفش يروح الامتحانات بسببها. فبيقول لها سونج إنه مش زعلان لأنه حتى لو الزمن رجع بيه هيعمل كده. بتمر الأيام وأبو هوان بيتوفى، وسونج بيكون معاها وبيحاول يهون عليها لأنها بتكون حزينة على فراق أبوها. بيخرج سونج من العزا وبيوقف مع نفسه شوية وبيلاحظ واحد منهم إنه حزين ومش على طبيعته بقاله فترة، فبيروحوا وبيسألوا عن السبب. فبيقول لسونج إنه خايف يندم على اليوم اللي قابل فيه هوان، وده لأنه بسببها حياته بايظة ومش حاسس إنه هيعرف ينجح وهو معاها. وفي الوقت ده هوان بتكون واقفة وسامعة كل اللي قاله، فبيحاول يفهمها إنه مش ندمان على وجودها، فبتقول إنهم لازم يسيبوا بعض وده عشان ما تندمش على ارتباطها بيه.
وبتفضل تبكي يا عيني وهي حزينة ومتأثرة إن الشخص الوحيد اللي حبته ومش واثق فيها. وتاني يوم بيروح لها سونج وبيحاول يصلح اللي عمله، وبيعرفها إنه لقي شغل في مدرسة عن طريق مدرس صاحبه، وبيقول لها إن كل حاجة هتكون كويسة وهيقدروا يكملوا حياتهم سوا. فبتعرفه إنه جاي لها عقد عمل من شركة كبيرة في بلجيكا. البنت دي شكلها مادية والله، والعقد ده مدة 3 سنين ومش هتعرف تضيع الفرصة دي منها. فبيوافق سونج إنها تسافر وبيعرفها إنه هيستناها. فبتقول له إن موافقته مش مهمة، وده لإنها كده كده هتسافر وتسيبه وتمشي. وبعدها سونج بيشتغل مدرس وحياته بتمشي بشكل طبيعي، وبيحكي الطلاب على حكايته مع هوان وبينصحهم يبعدوا عن الحب والعلاقات العاطفية. بتمر السنين وبترجع هوان من السفر وبتقابل سونج صدفة، وتقول إنها اتعرفت على مدير شركة ببلجيكا وحبها وحبته وفرحهم كمان كام شهر. وبتعزمه وبتعرفه إنه لازم يجي، وهو بيبين يعني إنه مبسوط مش فارق له، لكنه بيكون يعني في قمة الحزن والغيرة والغيظ. وتاني يوم بيلاقي دعوة الفرح على مكتبه، ودي هي الدعوة اللي كانت في أول الفيلم. فبيروح لأصحابه وبيقول لهم إنه مش هيروح الفرح واليوم ده هيقضيه مع نفسه في نص البحر. وفعلا بيعمل كده وبيشرب كحول كتير قوي عشان ينسى اللي حصل. وبيقولوا لأصحابه إنه لازم يتخطى الفترة دي عشان يعرف يكمل حياته. وكلهم مروا بنفس التجربة وكلهم نسيوا وعاشوا حياتهم. والصبح بنلاقي سونج صور هوان وبيفضل يبكي، وبيدخل يصحي أصحابه وبيعرفهم إنه هيروح الفرح فعلا. وفعلا بيلبسوا بدلهم الشقة وبيروحوا كلهم الفرح معاه. وبيشغل أصحابه وكل الموجودين في أوضة هوان لحد ما بتبقى هوان لوحدها. وبيدخل لها سونج وبيقول لها إنه أول مرة يشوف عروسة حلوة كده، وبيقول لها إن كل النجاحات اللي وصل لها في حياته كانت بسببها، وإنه ما كانش هيدخل الجامعة لو ما كانتش جبلها أبدا. وبيشكرها على كل حاجة عملتها عشانه. وبعدها بيبدأ الفرح، وبتخرج هوان وهي لابسة الأبيض. وأول ما سونج بيشوفها مش بيقدر يمسك نفسه وبيطلع من المكان وبيبدأ يفتكر كل لحظاته معاها وكل وقت قضاه معاها كان أجمل وقت في حياته. وبينتهي الفيلم على كده. اعملوا لنا لايك وشير، وإن شاء الله أشوفكم في حلقة جديدة من حكاية جديدة من حكاياتنا. سلام.